وعليك سلام الله. سمير، الله يبارك فيك. انا سميتي شكرا بزاف فريمون. وحنا كنعيطوا لكم، كنعيط لكم ندعيت مي فريمون بغيت نهضر. انا بغيت نعاود المشاكل ديالي. ما عرفتش واش الناس اخرين كيعيطوا عليكم من بلدان اخرين لا كيعيطوا لي، لا كيعيطوا لي من الانجليز، كيعيطوا لي من امريكا، من كندا، من بزاف ديال فرنسا، اسبانيا. داكا لا حنا بعد متبعين معاك البرنامج ديالك وكنهنئوكم بزاف فريمون. سي برنامج رائع بالتواصل ديالك اختي يا سعاد. المهم شحال العمر ديالك اذا سمحتي يا سعاد؟ انا عندي 38 سنه. اييه مرحبا لاله سعاد. وشحال ودي وانت كتعيشي في كندا؟ هذه واحد نقولوا 13 14 عام وانا في كندا. نعم اختي، هنايا مشيتي على 20 عام تقريبا نقول. تقريبا فوالا. دونك وسميتو عيطت لك اليوم باش نعاود لك على واحد المشكل، وبغيت الناس صراحه زعما قصه ديالي، كل واحد القصه ديالو كيعتبرها بانها مهمه وبانها خاصها تعرف. يعني وانا القصه ديالي باغمي دوك القصص اللي كتسمع عندك في البرنامج. انا ام تاع 2 وليدات ياك. وهذه تقريبا واحد عامين طلقت مع الزوج ديالي اللي جيت معاه هنا لكندا. اسمح لي، واش 20 عام 20 عام لما جيتي لكندا جيتي لا ماشي 20 عام تقريبا، جيت 23 عام هكاك. لا دابا قول دابا عندك 38 عام، يعني 14 عام. 14 عام هذه المده ديال في كندا. دابا انت واش جيتي وانت مجوجه معاه من المغرب؟ جينا مجوجين من المغرب. اييه لا تزوجنا في المغرب ولكن ما سكناش مع بعضياتنا. هو ساكن في دارهم وانا بقيت ساكنه في دارنا. ومن بعد قررنا اننا نجيو لهنايا. المهم جينا العام الاول الصراحه زعما كاينه العام الاول العام الثاني بدا كيبان لي السيد بدا كيتبدل شويه. غادي نقولها بكل صراحه. يعني شاف الزين ديال هنايا كما تيقولوا. انا عافاك بغيت نعرف سعاد، عافاك بغيت نعرف انا بعدا اولا قبل ما نوصلوا للمجي ديالكم من كندا، كيفاش انتم بعدا حتى تعرفتوا على بعضياتكم، وكيفاش بديتوا هذه الحياه بيناتكم ديال ما مستقرينش في الاول انت هنا وهو انت في دارهم؟ نشرح لك اخويا. انا هو الصراحه كنت كنسكن حدايا ولد الدرب ديالنا كما تيقولوا فريمون. كنت انا كنقرا في زعما كنا تشوفوا بحال هكذايا. كان في الاول صديق زعما ما كان بيني وبينه حتى شي حاجه. من بعد انا وصلت للدراسه العليا ديالي. كنت كنقرا في واحد المدرسه تما كاينه من المدارس العليا ديال التدبير في الدار البيضاء. هو كان شويه كيقرا، مهم قرايه ماشي شي حاجه كثيره. انايا المهم عجبني. هضرنا قال لي راه بغيت نجي نهضر مع داركم وداكشي. قلت له ودي انا ما نقدرش نخرج معاك. بغيتي في ذاك الوقت ماشي بحال دابا تشوفا كنهضر لك هذيك ديك الساعات اكزاكتومون في 1997 كان الامور ماشي بحال دابا. دابا كان شويه شويه د لا ليبرتي مي الحريه. مي افون كان كل واحد فريمون راك ما كاينش تخرجي مع واحد خاصك يخطبك عاد تشوف فيه وداكشي. المهم حصل قرر جا خطبني. كنت في السنه الاخيره ديال القرايه كانت عندي 19 عام تقريبا. عامين من بعد صافي تزوجنا. وحنا تزوجنا اصلا ملي تخطبنا اصلا على اننا بغينا نديروا هذا الدوسي باش نجيو لكندا. فهمتيني باسكو هو الحاله ديالو الماليه الا قلت نقول ما كانش عنده بزاف د الفلوس. وانا قنعت دارنا قلت لهم لا راه زعما كاين تنبغيه وغنتعاون معاه وغنبدا معاه من والو ماشي مشكل. وداكشي اللي كان الصراحه زعما كاينه دارنا في الاول اعترضوا ولكن في الاخر ملي شافوني قال لي بغيتي واش غنقول لك فاطمه تمشي ديري معاه شي حاجه من الاحسن تكوني مجوجه معاه. هادشي اللي قالوا. المهم صراحه كنت انا خدامه، كانت عندي خدمه مزيانه صراحه في المغرب الحمد لله. ما كان خاصني حتى خير اخويا ما كنتش عليك. ما خاصني حتى خير زعما كاينه بديت اون بيل كارير كما تيقولوا زعما كاينه ومشيت فيها بعيد. وهو كان شويه انت اللي كان عنده مشاكل. وتعرف انايا من دوك النساء اللي كتبغي تساند الراجل ديالها. يعني واخا انا كنت زعما احسن منه في ماديا ولكن دائما كنت كندفعو باش يكون احسن مني. وكنخلي ليه بلاصتو باش يحس بديك الرجوله ديالو ويحس براسو بانه ماشي كنحقرو ولا كنحتقرو باسكو بعد الراجل صعيب شويه ديك القضيه ان المراه احسن منه خدامه احسن منه. المهم طاحت على هذيك الفكره تاع كندا. قلت لي واش غدير كان هذا هو الحل نمشيو لكندا تشوفوا نمشيو تما وربي رزقنا على الله. كيف ما كنا ماشي مشكل. المهم الحاصل هو مشى اسمح لي. مرحبا احنا مع سعاد من كندا. اسمح لي. الوغ مشينا لكندا وداك الشيء جينا هذا الدوسي ما سكنتش معاه بس
كانوا بدنا هذوك الفلوس اللي غادي نخسروهم باش نفرشوا الدار وداك الشيء تخليهم حتى يجيو لهنا نستقروا. اييه كان عندنا ان بروجي باش نجيو لهنايا. كان عندكم الهدف لوبجيكتيف الوحيد اللي كان عندكم ان هذه القرايه وهذا الشيء اللي غديروا كله من اجل باش تمشيو بجوج بكم وانتم يعني مزوجين. داك الشيء. المهم جينا لهنايا صراحه ما ساهلش الحال، تشوف صعيب الحال في الاول. الناس زعما كيما تقول واحد الغربه صعيبه، خاص الواحد يعيشها. بزاف الناس ما كيعرفوهاش، واخا تكون قاري واخا تكون جبتي معاك الفلوس كاين واحد بحال كنسميو ان شوك، يعني بحال صعيب ما نقدرش نشرحوا لك كيفاش، ما صعيب الواحد يستقر وهذا والبعيد على على العائله ديالو، يلقى راسو بوحدو ما كاينش على من يتساند. يعني مهم وانت والراجل الغرابي، يعني ماشي غير انت، ماشي واحد غريب وواحد عايش زعما. فوالا يعني بجوجنا صراحه في الاول كانت شويه صعيبه. انا جيت لهنايا لقيت مشكل، كنت صراحه كنت زعما كاين هذيك لا موتيفاسيون، كنت متاكده من راسي انني ما غاديش نلقى مشكل، باسكو في المغرب ما عمرني ما لقيت مشكل، ما عمرني ما عرفت شنو هو الشوماج، ما عمرني ما عرفت شنو هي التفقه بلا فلوس. المهم جيت هنا لقيت شويه ديال المشاكل، ما لقيناش انا ما لقيتش خدمه اللي كنت باغا. خدمت في اي حاجه ماشي مشكل الحمد لله، الواحد المهم يخدم مع كتافو، هذا هو اهم حاجه. ماشي مهم زعما تكون مدير ولا تكون هذا، المهم خدمنا وصبرنا. المهم المشاكل ديالي بداو معاه منين واحد شنو نقول لك، هو يبدا كيخدم وشويه بديت كنشوفو بانه بزاف عزيزين عليه الفتيات، سيون ديال عزيزين عليه البنات. فيما ندور نلقاه مع البنات ولقاو مع البنات ديال هنايا، ماشي مغربيات زعما نقولوا حنايا، ولا بنات ديال هنا بزاف. المهم بداو بيناتنا المشاكل، مشاكل في الاول كنت كنقول راه الواحد زائغ يلاه جا مع عينيه شاف البنات شاف الزيت كما تنقولوا حنايا. صافي واحد الوقت غادي يطلع عليه هذا الشيء في الراس ويرجع للطريق. الا بقى مستمر. انا الصراحه طحت في واحد الاكتئاب. طحت في واحد الاكتئاب ياك، باسكو على ود الغربه، على ود هذا الشيء. الوغ اشنو درت؟ وليت بوحدي، فهمتيني. ما بقاش عندي لقيت العائله لا صحابات، هو اصلا ما كانوش يعني حتى باش تكوني مع الناس. في المغرب صراحه كانت عندي عائله كبيره، كان عندي الناس، كنت مدايره بالناس بزاف. هنايا كما قلت لك ملي شفتو هو مع داك الشيء البنات وداك الشيء، لقيت ما بقاش معايا قريب ليا بزاف، لقيت راسي بوحدي. وليت صراحه كنخرج بعض المرات برا، كنبقى نتمشى غير بوحدي غادا في الطريق بحال الحمقى كاريمون. كنبقى نخمم اش غندير، واش نرجع لبلادي، واش نبقى هنا، واش نصبر اللي عندي راجلي. المهم هو واحد النهار السيد زعما شافني في ديك الحاله بقيت فيه. انا ملي كنت دخلت كندير واحد القرايه هنايا في مونريال، كندوز كنلقاه مع واحد السيده تيكون كيهضر معاها هكايا. المهم انا كنقول راه يمكن ما كنتش كنرد كاع على بال داك الشيء، وكنزيد نكمل طريقي حدا خدمته. ما عليناش. واحد النهار قال لي اختي سعاد، قال لي كنشوفك بانك راكب بوحدك وهذا، غادي نقدم لك واحد السيده، قال لي غتونسك تبقاي تخرجي معاها، تكون بحال الصديقه ديالك. انا قلت له كيفاش قلت لي كنعرفها كتخدم معايا وداك الشيء. قال لي راها ظريفه وفي نفس الوقت راه هي عندها، انا باش تفاجات قال لي هوايا، قال لي عندها نفس تاريخ الازدياد ديالك، مزيودين في نفس النهار في نفس العام. انا جاتني عجب، قلت مزيان نشوف هذه اللي مزيانه هي في نفس النهار، هي بنت من هنايا تشوفوها من هنايا، من كنديه ماشي مغربيه. المهم جات هي فرحانه، بغات تكتشف المغرب، التقاليد ديالنا، الماكله ديالنا. انا في الاول ما شكيت حتى شي حاجه، هو راه هذيك السيده هي كي صاحبته فهمتيني. ما عرفتش هاد الهضره كتقال في لا راديو عندكم. على كل حال صاحبته كان صاحبته جابها ليا وكيعرفني عليها. عرفني عليها باش انني زعما كنا المهم. والمشكل الكبير اللي غادي يترافق هذا الشيء كله هي ان غادي ما عرفتش واش نقدر نهضر زعما كذا بكل صراحه. لا مرحبا تفضل سعاد تفضل. هو يا في الاول المهم بدا كيخرج هو وياها، انا كنشوف السيده كتجي عندي، ملي كتشوفو خرج كتبعو كتمشي معاه، فهمتيني. انا كنشوف داك المنظر ما بغيتش ندخل راسي، نعمر راسي، قلت لا سعاد زعما ما تشكيش بان راه بيناتهم شي حاجه، راه سي جوست هي على اعتبار الطريقه باش قدمها لك، يعني باعتبار انك باش تكون مرافقه ديالك. هي صراحه هذيك السيده اللي كتخرج معايا كتهلا فيا، تشري لي الكادوات، ما نكذبش عليك كتشري لي كادوات غاليين، تشري لي تدي لي البايس الخيرين تدي ليهم زعما
بصراحه جاتني هي مزيانه، بس يمكن غتكون صديقه ديالي. ما عليناش. هو السيد كان عنده واحد الافكار، هي انا جاتني بعدنا زعما بالنسبه لراجل متزوج مسلم مغربي عربي. عربي ما يمكنش ليه زعما يخمم في هذه الامور بحال هكا. هو السيد كان بكل جرأة غادي نقول هذيك ما غاديش نحشم، باسكو انني بغيت نبارطاجي مع الناس هذا الشيء اللي عشت انايا بغيت شي حاجه غريبه. وهذا الشيء كان طرا ديجا في المغرب، كان دار لي واحد الحاجه بحال هكا في المغرب وانا ما تقبلتهاش. الى ما عرفتش نقدر نقول لك شنو. قولي لنا لا قولي لنا. دابا هو واحد النهار انا كنت في المغرب ياك، وانايا كنت باقا بحال قلتي باقا مخطوبين ما مجوجاش معاه. اييه وهي قال لي السيد قال لي هو بغى تكون عنده علاقه معايا. انا قلت له ولد الناس انا ما يمكنش تكون علاقه معايا، باسكو انني انايا باقا معبر باقا بنتي كما تنقولوا باقا عذراء. ما يمكنش نسى هذا الموضوع، ما يمكنش تخيلوا في راسك حتى ان شاء الله نتزوجوا ديك الساعه. قال لي يومني بحال هكا وشوف دابا يا الانسان، لان كنسمى انا هذه حتى شيطاني تاع زعما مني بحال هكا نقدر ندير اللي بغيت نتزوجوا. ماشي قال لي شكون قال لي ماشي دير اللي بغيت. قال لي غادي ندير اللي بغيت مي معاك انت ومع واحده اخرى هكا في نفس الفراش. هذا انسان، هذا مغربي زعما حنا ماشي كنهضروش على النصارى ولا كنهضروا على شي ناس. هادو حالات بغض النظر على حالات كتوقع بغض النظر على واش مغربي ولا هادو حالات. دخلني دار لي هذاك الشيء في المغرب ياك، وانا هربت باسكو ما تقبلتش هذاك الشيء، ما قدرتش. هربت وخليته. تشوفوا البلاصه فين كنا، مشيت لواحد البيت اخر سديت عليا وبقيت كنبكي وداك الشيء ما عجبنيش. داك الشيء كان جاب شي وحده ويا دار واحد البنت ديال الزنقه حاجه ودار داك الشيء بحال ما كاين والو. تشوفوا بحال عادي عنده. تشوفوا كمل معاه هذاك الشيء اللي كان عنده ما يدار، كنا باقيين مخطوبين. هادشي كله قال لي ولكن قال لي انا ما يمكنش نصبر، انت بغيتي ديري معايا والو كيفاش غادي ندير ياك. وهذه كنهضر على انسان واعي وكنهضر على انا انسانه مثقفه، يعني ماشي شي وحده اللي نقولوا زعما واخا مع كامل الاحترام اللي عندي بالنسبه للمراه المغربيه كيف ما كان النيفو ديالها. تشوفوا يعني انني من واحد الطبقه زعما كاين عائله محافظه بزاف ودرت هذا الشيء وندمت على هذا الشيء اللي درت. المهم ملي جينا لهنايا هذيك المراه الاخرى ياك اللي كان هذيك المراه اللي جات هنايا اللي كان معاها ياك اللي قدمني عليها المريض باعتبارها صح كان عنده كانت عنده نفس الفكره، الهدف يعني عنده نفس الهدف فهمتيني. نفس الهدف اللي كان عنده هو انه باش انني انايا يعاود يحطك في نفس الصوره عاوتاني. يعاود يحطك في نفس الصوره عاوتاني. وهذاك الشيء اللي طرا داك الشيء اللي طرا باسكو بقات تقول لي ولا وهي راه انت عجبتيها وكتهلا فيك انتوكا سيتي بحال قلتي دار عن الشيطان عاوتاني. لكن انا فانا كنلوم راسي باسكو داني تقبلت هذاك الشيء ما كانش عليا نتقبله. وانا قلت اللهم الا كنت اللهم معايا انا ولا بلت معاه واحد اخرين جوج اخرين ولا ثلاثه اخرين راه باقي فهمتيني. درت هذاك الشيء اللي درت وندمت عليه. بس يمكن هذاك الشيء غادي يخليه صافي نقولوا حنايا هي من داك الشيء ويرجع لطريقه يرضي دوك الناس الزواج ديالو صافي. فوالا قلت انا داك الشيء غير نزوه بدا يزا ولا ما عرفتش نسميوها ومن بعد غادي يرجع كيف كان. ملي السيد كمل من بعد انا حملت ولدي الاول كنت باقا صغيره. قال لي والو حيديه جهضيه. قلت لي علاش اخويا؟ قال لي انت ما خداماش ما عندكش الفلوس بحال هكا. قال لي انت باسكو ما خداماش قال لي ما عندي ما ندير بالدراري انايا. قال لي حنا يلاه جينا ما عندنا ما نديرو بالدراري وباقي كنعقل. انا مشيت لعند الطبيب باش ندير هذيك عمليه الاجهاض وسيتي اكزاكتومون لو 13 فيفري 13 فبراير كانت لا فيت على سان فالونتان. وهنايا عندهم في هاد البلاد يفيت لا سان فالونتان شي حاجه كبيره عندهم يتهلاو في لي فام ديالهم. الوغ الطبيب قال لي واحد الجمله قال لي الطبيب ما عمري ما نساها. قال لي هذه احسن هديه كيعطيها لك زوجك بوغ لا سان فالونتان. جارحه بزاف. جارحه وما عمرني ما نساها. وما نقولش لك اخويا سمير من هذاك النهار ما عمرني ما عاودت سيتي لا سان فالونتان. سيتي لا سان فالونتان سيتي بالنسبه لي جنازه. شاك فوا تجي سان فالونتان كنبكي وباسكو داك البيبي وبست ليه تخيل بست ليه رجليه في الدار وانا لابسه حوايجي باش ندخل نحيد هذاك البيبي وبست ليه رجليه وكتلفيت نقول ليه عافاك نزوق فيك زعما كاينه بجان والو ما بغاش.
بديت انا ما يمكنش انا ندوز على هذا الراجل، هذا الولد هو ما بغاش ياك. ما يمكنش. ولكن انا غلط، انا في هذا الشيء كله كنت ضعيفه. عرفتي علاش؟ باسكو الوقت ضعفاتني، الغربه ضعفاتني. ما لقيت حتى شي واحد بجنبي ينصحني. قلت غنخرج من الدار، فين غنمشي؟ فاش غنمشي؟ كون كانت عندي امي ولا عندي با ولا عندي خويا غنمشي عندهم، ولا عندي صاحبتي ولا جارتي، انا بوحدي. لقيت راسي غير غادا خويا في الثلج. كنبقى غادا في وسط الثلج وكنخمم النهار كله، وانا كنشد الطرقان وكنبقى نخمم اش غندير، كي غندير. وحلت مع داك السيد، حصلت معاه ما حليناش. هادشي كله داز. حيت هذاك البيبي ومرت من بعد الصراحه. هذاك هو الاكتئاب. دايوغ انا الساعه كنهضر معاكم ما كنبكي ما والو، باسكو كناخذ الدواء وكنتبع بزاف ديال لي تريتمون لي ثيرابي باش لعل وعسى ان شاء الله. واخا هي راه الدواء من عند الله سبحانه وتعالى ان شاء الله تعالى يا ربي. هذاك الشيء اللي دار. من بعد حطمت كمراه، حطمني اون طونك ام. الحمد لله تقدر رزقني بوليدات، يعني نحمد الله ونشكره مالغري تو. يوم بليس دو سا كان عندي واحد لو جروب سونغان او نيجاتيف، قال لي صافي ما عمرك ما تولدي وحيد هذا، دونك انت وحيد. ما بقيتش كنسمعك مزيان سعاد. الو دابا كتسمعني مزيان؟ خليك مزيان دابا هكذا، خليك مزيان. قلت لك المهم، قلت لك قال لي الطبيب، قال لي الطبيب باسكو عندي لو جروب سونغان ديالي ياك في الصيف الدم ديالي هو او نيجاتيف. وهذاك او نيجاتيف فوق الناس اللي العيالات اللي دازوا ولدوا داك الشيء. المراه باش تعاود تحمل عندها لي شونس قلال. قلال الحظوظ. المره الاولى مزيان، لكن المره الثانيه سورتو الا كان راجل ايجابي. مي الحمد لله تضرب ما خسرش الرزق الوليدات. فهمتيني؟ وليداتي وداك الشيء. الوغ من بعد المهم من بعد كثروا المشاكل، يعني من تما كاينه سيتي هذيك هي الحاجه الخطيره اللي طرات لي معاه. واكتشفت بان هذيك البنت تبقى معاه على علاقه من بعد. ومن بعد ما كايناش غير وحده، كانوا بزاف فهمتني. لانه السيد انا عاد فهمت بان السيد راه مبلي بالبنات، فهمتيني. مبلي بهذوك البنات. وانا ما كانش هو انسان مريض عقلي، فهمتيني. من بعد المهم كي كيطلب مني شي حوايج في الفراش اللي ما كيطلبهمش الرجال. انا بالنسبه لي راجل اللي كيطلب داك الشيء ماشي راجل، فهمتيني. يعني يشوف راسو شنو. وتيفوا كيبزز عليا شي حوايج اللي ما خاصنيش نديرهم، وانا كنتقبل كنقول اش غندير، راني مجوجه ما عندي كندير، غادي اش غندير بوحدي، نبقى بوحدي. خسرت ديجا خدمتي، خسرت حياتي، خسرت عمري، شرينا دارنا هنايا ولينا بخير وعلى خير. والسيد بقى تكمل في هذاك الشيء ديالو، ولا كيضربني ولا كيغتصاب، ولا كيغيمون بقاش واحد العلاقه يعني حميميه زوجيه، ولات علاقه اغتصاب. الوغ انايا قررت انني نطلق وما تقبلش هذاك الطلاق ديالي. لحد الساعه ما تقبلوش، كيدوز عليا الجحيم لانني طلقت معاه وما تقبلتش بانني نقول له لا ما بقيتش بغيتك. واش غادي نقول لك اخويا، هادشي راه عاودت لك غير شويه من المشكل راه كبير بزاف. وزعما كنقول زعما الله يستر، الله ينجينا من اننا نتلاقاو مع الناس بحال هكايا. انا كنسميهم شياطين ماشي ناس. وكنقول نيت على راسي، انا ما كانش عليا نتقبل داكشي، ضعفت، كنت ضعيفه. علاش؟ لان الوحدانيه لقيت راسي بوحدي، لانني خفت منه هو ما خفتش من الله سبحانه وتعالى. نعم. على كل حال هادشي كان في واحد الفتره من العمر ديالك ما بين 19 حتى يعني في واحد المرحله دابا حاليا عندك 38 سنه، يعني راه 19 عام يعني تقريبا. شحال ديال باش طلقتوا دابا سعاد؟ عامين هذه باش عامين. عندك 3 ديال الوليدات دابا؟ عندي جوج الوليدات. هما دابا اللي كنسمع باقي عايشه في المشاكل. غير باش نقول لك هذه واحد 4 سنوات بغاني نجي عنده الدار، انا مطلقه منه ياك. ومازال كيطلب مني علاقات جنسيه. انا قلت له انا ماشي مرتك اخويا، حنايا صافي حرام هذا الشيء. تشوف انا ما نديرش الحاجه اللي تغضب الله سبحانه وتعالى. يقول لك لا الله ما معاه، تيقول لي الله معايا انا ولا مع واحد اخر ما كتعرفيش. هكا هذه الكلمه كي زعما كاينه. انا كنقول لها الساعه ما كنفكرش داكشي. انا عندي ولادي مقابله راسي وعندي وراني مريضه، فهمتيني. راني مريضه كناخذ ما نكذبش عليك، الا ما شربتش الدواء ما كنعسش، فهمتيني. يعني كنشرب الدواء عاد كنعس. ايوا داك اش غادي ندير؟
ودابا باقي مع لي ثيرابيوت كتبعي وداك الشيء؟ ما باقا كتبع. تخيل بان الطبيب ديالي نفساني قال لي ما بقى عندي ما ندير لك، باسكو هما عندهم هنا غيقول لك هذه واحد 4 سنوات فاش قلت ليه ما نجيش عندك، جا عندي للدار هو هنا ياك وضربني. ضربني بالتصرفيقه طيحني. وعلاش جا عندك للدار؟ جا عندي للدار باسكو بقى كيعيط لي في التليفون وقلت لي انا ما بغيتش نجي عندك، قلت لي بغيتي تلاقى معايا تهضر معايا باسكو باقي بيناتنا شارين واحد الدار خاصنا نفرقوها، شارين شي حوايج وهو باقي يفرق معايا داك الشيء وقال لي كيقول لي جي عندي للدار نهضروا. قلت لي انا مشيت عنده للدار عارفه غادي يطلب مني هذيك العلاقه. اييه انا ما بغيتش انا قلت لك كنت داك الشيء وانا بقى معاك. الوغ خليته تما كاينه وجا عندي قال لي انت كتسلي عليا، اش كنتي تحب لك راسك، واش نسيا الخيا واش نسيا هذه. الوغ انا وكلف شي مستشار قانوني، كلف شي مستشار ولا شي نوتار ولا شي محامي اللي يقدر ما انا صراحه انا المشكله هي انني هذيك الدار انا خرجت منها وخليتها ليه، فهمتيني؟ باسكو كنت تسحب ليه راسو واش غادي ماشي مشكل راسو واش غادي زعما كاين نطمع هذيك الدار غتخليني انني انا نبقى معاك. انا راه كلشي على قبله هو ياك ما استخدمتش في المغرب صبحت مستقبلي على قبله. الوغ سي سا دونك هذيك الدار كما قلت لك وجا عندي هنا الدار ضربني ياك وانا كنقول له لا ما تضربنيش وهذا وخاص شي بوس ديت ودنيا باش ما نسمعش داك الكلام الجارح اللي كان كيعايرني كيهضر كيبقى يجرحني. وفي هذه الحاله راه حتى داك الثيرابيوت اللي كتمشي عنده راه صعيب مني كيعطي يحاول يدير لك حصص ديالك وداك الشيء وكتحاولي تضعى ولكي يحس بانه من بعد العلاج كتضعفي يعاود من جديد قدامه وكتخلي المجال حيت راه هو البؤره ديال المشكل ديالك النفسي اللي كتعيشيه. ملي كتخلي هذاك الشيء كيولي للاسف حتى الطبيب ما بقاش كتساعديه على باش تقدر. شي الطبيب ديالي ما بقاش بغى يتبعني قالها لي قال لي شوف خاصك تبقى هنا قال لك خاصك تشتغل البوليس وتعيد شي تشوف وتكتب يعني وتعيد دعوه بهذاك هادشي اللي قالوا لي. وهنايا كاين بزاف ديال الحقوق تاع المراه زعما عندها بزاف طيبات في المغرب حتى هو زعما كاين عندنا وهنا زعما ما بقيتش كنسمعك سعاد ما بقيتش كنسمعك مزيان عافاك. الو دابا مزيان افضل من الاول. قلت لك ما كيبقاوش ما الناس زعما كيعطيو بزاف المعاونه للمراه زعما باش ما كيبداوش هذيك لا فيولونس هذيك الطريق وداك الشيء ديال العنف. حاول شويه تقرب التليفون ديالك عافاك سعاد، حاول شويه تقرب التليفون ديالك. دابا كتسمعني مزيان؟ خليك هكاك حاول عافاك ما تقدرش شي حركه باش ما يمشيش لي الصوت ديالك. واخا تفضل. قلت لك المهم داك النهار ضربني وداك الشيء وبزز عليا انني يكون عندي علاقه معاه عاوتاني. لا واخا انا ما بغيتش ياك. ومن بعد قلت ليه زعما كي قلت لي صافي دابا ساليتي، قال لي صافي مشات حالاتو عيطتي قال لي سمحي لي راه ما كاش عليا ندير لك بحال هكذاك وهذا وانايا راني ندمت وهذا، وهي ديما بحال هكا يضربني يتكرفس عليا يعني ما بغيتش زعما كنا نلبي ليه هذوك الرغبات ديالو كي ياخذني زعما بزز مني فهمتيني بعنف ما كاينش واخا راني زعما كايناش غادي نقول لك راه زعما كيبقى فيا الحال هي انني انايا زعما قرايه وشحال من حاجه ولكن راه ما كاين هادشي ما فيهش لا بنت قاريه لا بنت ما قارياش فهمتيني. لكن لا حدا قاريه لا ما قاريش. هنا فيه تسمى ان المراه ملي كتكون ضعيفه ملي كتلقى سيرتو الضعف النفسي ملي كتكون تبات فيه كتخليها انها تضرب باسكو بنت كتخليها انها تعطي راسها لجميع الصدمات اللي كتقدر تلقاها فجأة في حياتها. باش تصبر كتقولي لا خاصني نصبر. هو الحقيقه انا كنقول لك الا جيت نقول لك انا فين كاين شنو هو الاصل تاع هذا المشكل منين بدا ياك. باسكو اي حاجه كيكون عندها واحد لاصوص عرفتي باش ندير واحد الزمن تاع ولا واحد اي منين جايه. انا الاصل ديال المشكل ديالي هي انني فاش كانت عندي 6 سنين ياك كان الاب ديالي مشى وخلانا ياك. الاب ديالي كان مجوج مع الام ديالي
كانوا متزوجين وما عرفت كيفاش واحد النهار قال لها غادي نمشي، واحد النهار قال لها انا غادي نمشي برا، قال لها انا غادي نمشي للخارج ومن بعد غادي نعيط عليك ست الدراري تمشيو معايا. الوغ منين نقول لك ملي كانت عندي 6 سنين يعني في 1900 يمكن 85 وانت بديتي تحسي باللي بالغربه، يعني باللي شي حاجه غتبدل في الدار، باللي غيمشي عليك ديك العزله شويه بديتي كتحسي باللي الوغ قلت لك ملي مشى الوالد ديالي انا عندي 6 سنين قال لي انا غادي نرجع، ما عمر ما رجع. باش نقول لك شفتو 2 مرات في حياتي من ملي كانت عندي 6 سنين شفتو 2 مرات. يعني الاب ديالي مشى وخلاني وانا كنت ديما كنخاف من هذاك الراجل يمشي ويخليني، فهمتيني؟ يعني ولا كيف يعني وليت مستعده نتقبل كل شيء غير يبقى معايا، يعني وليت كنخاف من ديك من ديك انك تفقديه ولا تاع ديك انني نفقدو. فوالا دونك هذا هو الاصل من جا المشكل، هو تا هو استفاد من هذيك القضيه انني بقيت بوحدي والاب ديالي غبر، بقات عطانا اثار بوندون 7 سنين 8 سنين الوالده ما عارفه عليه والو. ملي رجع من بعد رجع مجواج وهذا وطلق الوالده ديالي وعاش حياته وخلانا حنا الحمد لله. الماما زعما الوالده ديالي تزوجات وكان عندي راجل زعما لكن الله يكثر ليه خيره ولا يطول لي عمره، زعما راه كان في مرتبه الاب ديالي الحمد لله. يعني ربي ما كيخلي حتى شي واحد الحمد لله. طيب باش كنقول لك بعض المرات انايا اليوم عندي وليد ياك وكنقول هذاك هو عندي خويا وعندي ولدي ولدي كنقول هذا هو الراجل الاخر اللي غيكون عندي في حياتي، وكنتمنى انه ما يعذبنيش هوايا ان شاء الله. كاع الرجال اللي عرفت ان شاء الله باذن كاع الرجال اللي عرفت كلهم ما يكذبش عليك. باكو راجلك عذبوك؟ با خلاني راجلي تكرفس عليا اي بورتون زعما شنقول لك زعما كنا كنتزوجنا على حب وتزوجنا على بنينا حياتنا بدينا من والو فهمتيني وعاونتو وتبارك الله دابا ولا بخير وعلى خير تبارك الله. دابا يا خدام مزيان وما خاصو حتى خير ودار ساكن فيها قداش، ولكن داك الشيء اللي فيه ديال البنات هو اللي باقي. وقال لي والضريب وهذاك هذيك الدار ديالو داك الشيء كيقول لك لا داك الشيء راه ماشي، قال لي انت ماشي متفتحه معقده داك الشيء راه كاع الناس كيديروه. قال لي انا درت معاك لعبه قال لي سيتي جو اللي درت معاك، قال لي انت درتي من حبه قبه، ولكن انا بالنسبه لي انا في الاول كيتحاب لي داك الشيء ولكن واش جو، ولكن مشيت نسول الناس كيقول لي هادشي راه ما كيداش. واش فهمتي؟ اش بغيت نقول لك، ما عمرك حطيتيه في موقف بحالك بحالو؟ بحال مادام هو قال لك جو لعبه ما عمرك زعما مجرد ماشي حطيتيه في موقف، ولكن على الاقل شعرتي بلي تقدري تحطي، يعني غير من باب التمثيل زعما باللي راه داكشي اللي تقدر دير حتى انا نقدر نديرو مع جوج ديال الرجال معاك ومع شي واحد اخر. هو عارفني بانني انايا واحد النهار نهار طلبت منه الطلاق ياك باسكو واحد النهار كنت قلت يلاه ونسى وضربني وعايرني واحد الكلام زعما قال لي سيري خرجي عليا واحد الكلمه خايبه ديال المغرب سيري لداركم. قال لي غتطلع عليا طلعتي ليا ما نقول لك عارف ياك انا تخلعت مش سمعت ديك الهضره تقول لي هذا راجل انت مجوجه واش حنا جالسين في الزنقه ياك واش كتهضر مع بنت الزنقه كتهضر مع مرتك. يعني انا بالنسبه لي راجل المراه ما بقاش الاحترام يعني راه صافي راه حنا ولينا ولاد الزنقه ما كاينش علاش غنبقاو اسبوعين في الدار وغنمشيو نجلسو في البار ولا في الكباري ونتعايروا هذيك الهضره خايبه ياك. الوغ بعد انا قررت ذاك النهار مشيت رجعت المغرب ما كنت لدارنا والو، ولكن انا داك الشيء اللي في بالي راه في بالي اللي هو انا نتطلق معاه انا نتطلق. ودابا واحد القضيه زعما هذا اللي تيدير هذه العلاقه مثلا معاك، واخا نقدروا نقولوا ان كاين في لحظات الضعف وفي لحظات اللي هي كانت قويه عليك، ما كان كيخاف لا من المرض ما فهمتش، خاصة وحده ما تيعرفهاش وماشي مراته حيت اجي تيديروا معاه بزاف د الحوايج. هو كيدير داكشي باش ما يمرضش، عارف اش كيدير هكا يعني ماشي شي واحد اللي هو اللي هو عنده داك بحال قلتي الوسائل الوقايه ولكن راه هادو حالات وباغي راه حال دابا يعني انسان اناني كيفكر في دابا المشكل يعني المشكل دابا انا
المشكل ديال هذه العلاقه هذه العلاقه الزوجيه الحميميه ولا هذا يعني الواحد كيفكر بان هو بحال قلتي ان ايشونج يعني تبادل ياك هو عنده ماشي تبادل، هو عنده تفكر في راسه ولكن دابا المشكله الكبيره دابا هو هادشي راه تيديروا زعما جوج مرات في خطره واحده، زعما انت وهاديك يعني في خطره واحده، يعني بمعنى ان امكانيه الاصابه بالمرض راه وارده، زعما ماشي لا ليك انت ولا ليه هو. هي هادشي عندك فيه الصح. واش غنقول لك انايا صراحه من بعد هادشي حطمني، هو بحال قلتي كان كيقلب باش يحطمني اكثر واكثر باش نبقى بين يديه. بس الصراحه يعني راه ما يمكنش وحده في حالي انها تمشي مع واحد بحال هذاك. هي عقليا انا راه ما كنحكر حتى شي واحد ويكون الاحترام للناس كما كانوا ياك. ولكن فهمت من بعد بانني انا ماشي من المستوى ديالو وهو ماشي من المستوى ديالي. انا كنهضر في الشرق وهو كيهضر في الغرب، وماشي حتى في الهضره، حتى في التفكير ديالي انا ماشي بحالو. فهمتيني؟ انا قريت بزاف، هو ما قراش بزاف. فهمتيني؟ ما قراش، يمكن حتى الباك ما عندوش، قرا في التكوين المهني. فهمتيني؟ واخا كاينين الدراري تبارك الله تاع التكوين المهني قاريين ورجال وفهمتيني ما بقاتش في داك الشيء. مي يمكن طحت في لو موفي، طحت في واحد الراجل اللي هو ماشي هو هذاك اللي كان خاصني، ولقاني ضعيف، لقاني محطمه نفسيا بالاب ديالي اللي خلاني ومشى. دائما تنقول علاش با مشى وخلاني، كنقول واش انني انا ماشي بنته، واش انني انايا باش نقول لك من بعد فاش تلاقيت مع الوالد ديالي وهضرت معاه قلت له اجي واش الا ما كنتش بنتك قولها لي دابا غادي ننساك بحال ما عمرك ما كنتي. ما يقوليش انا ماشي بنتك، قال لي لا والله بنتي، انت راك بنتي وهادشي ما فيهش الشك، وانت بنت دمي ولحمي. الوغ انا بنته، ولكن كيفاش ان واحد يخلي ولادو؟ انا دابا عندي 38 عام، هذه 32 عام، جوج مرات 38 عام. كيفاش هذا السيد هذا كينعس، هذا كنهضر على البابا، كيفاش كينعس، كيفاش كيعيش باش ان بنته خلاها ما عرفها واش تكرفت عليها شي واحد، ما عرفها واش كلات واش قرات واش نعسات في الفراش، واش لبسات حوايجها. الحمد لله تبارك العائله لقيت كلشي. حنا في المغرب هذا هو اللي عندنا، هي العائله دائما كتعاون الحمد لله، وكتلقى داير معاهم الشعيب، كتلقى جيران، كتلقى كاين العويل. صراحه ما عمرنا ما نقولوا في المغرب مي من بعد اشنو خلق مني هذا الاب وليدو باش يدير مني مراه يعني صحيحه واقفه على السطح كما تقولوا، وزعما عندها لا بيرسوناليتي ديالها، وكتحس براسها بانها راه غادي تقدر تدافع على راسها قدام الراجل الا حقرها، ولا الراجل الا كان غادي يطلب منها شي حوايج ما كيطلبوش. دار مني انسانه ضعيفه، انني وليت حاضره الراس، كيبان لي راجلي بحال ما عرفت هو با هو كل شيء. فهمتيني؟ يعني وليت كنخاف منه، كنقول ليه نشاور معاه واش غندير هاد الحاجه ولا ماشي هاد الحاجه. يعني حتى يمكن اش غادي نطيب، بقى لي غير نقول ليه زعما واش نطيب ليه. تخيل كنت كنطيب 3-4 ديال الاكلات في النهار باش ملي يجي الا قال لي ما بغاش مثلا اللحم يلقى الدجاج، الا ما بغاش البارد يلقى السخون، الا ما بغاش الحلو يلقى المالح. كنت بحال هكا. ودابا في الزمان ديالنا حنايا الناس كياكلوا اللي كان، زعما ماشي بالزمن لك هادشي كلشي باش نيفيتي الخلافات. ما كنتش كنبغي المشاكل، ماشي دوك البنات اللي كيبغيو الغواس وداك الشيء مشاكل في الدار. كنبغي دائما لهنا كنقول صافي غادي يبغى هو هادشي غادي ندير ليه القهوه، ندير ليه اسد، ندير ليه العسل، اللي بغا يشرب، اللي ما بغاش ماشي مشكل تبقى الغد ليه. كنت بحال هكا زعما. وهو في هادشي كله هو في الحقيقه هو اللي ضيعني انايا، باسكو انني انا عارفه راسي بانني كنت مع بنت الناس ووقفت معاه بزاف، وكاع صحابو كلهم تيقولوها. وقفت معاه وزعما ورجع راجل، ورجع زعما فريمون من والو الحمد لله ولا بخير وعلى خير. وانا فرحانه ليه وفرحانه ليه باش انه يسي رياليزي في حياته، انه ولات عنده خدمه مزيانه ولات عنده. ولكن عاوتاني تنقول ليه، قلت ليه ديك النهار، قلت لي انايا هاد الدنيا راه غير دايزه، انني باش انني نمشي ندعيك في المحكمه ونشدك في الحبس، باسكو هادشي اللي قالوا لي هنا ندير. كنمشي عند تقول لي لا سيري المحكمه، سيري هذا خاصو الحبس، راه ضربك، ما عندوش الحق يضربك، ما عندوش الحق يغتصبك، هذا اغتصاب. باسكو انا كنمشي نبكي، بديت كنبكي ما قادراش، ما بقيتش قادره نخدم، كنت خدامه جلست من الخدمه، وليت جالسه غنشرب غير في الدواء، كنشرب في الدواء وتنكذب على الناس. الوليده ديالتي في المغرب كتعيط لي جوجتي خدامه، تنقول لها انا خدامه، انا خارجه الخدمه، تنقول لها ما كناخذ دواء لا والو، باسكو مسكينه غادي تشطن عليا. وليداتك حتى هما مساكن باش غادي حيت باش غيقدروا مثلا، حيت دابا تيبان لنا وليداتك صغار. صغار جوج ياك قلتي لي الوليدات عندهم 8 سنين و4 سنين. 8 سنين و4 سنين من مازال صغار. شوف الحمد لله انايا
الحمد لله زعما ربي كبير وعطاني ربي واحد الفراس كنصبر. عندي واحد مادام انني دزت من هذا الشيء كله ياك هذا الشيء كلشي اللي دزت منه واخا هكاك بقيت زعما كنا عايشه. لان واحد اخر قال لي طيب يقدر يدير شي حاجه شي فضيحه باسكو انني تنسيت بزاف تنسيت في الشخصيه ديالي، تنسيت في الانوثه ديالي، تنسيت في الجسد الامومه ديالك، لانني الامومه ديالي يعني بزاف ديال الامور داروا لي جرحت فيهم وفهمتيني. ولكن واخا هكاك صبرت الحمد لله. كنصبر عندي واحد الدرجه ديال الصبر كبيره بزاف فهمتيني. وعندي واحد القلب ديالي كبير وزعما ماشي شي وحده اللي هي بالعكس كنبغي الخير للناس كلهم. واخا هادشي كاع كلشي اللي دار ليا دابا باقا كنحاول انني نبقى مع مزيانه على قبل وليداتي. عرفتي علاش؟ باسكو ما بغيتوش يمشي ويخلي ولادو كيما انا كيما مشاك وخلاك با مشى وخلاني. انا هذا هو الخوف الكبير ديالي. ولادي كنخاف عليهم انهم يعيشوا هذاك الحرمان ديال البو اللي هو حي فهمتيني. كيقولوا حنا في المغرب داك يتيم الحي اكثر من اليتيم الميت. يتيم الحي عرفتي شنو؟ انك تعرف بانك باك كاين وخلاك. تقول علاش انا شنو ذنبي؟ كنلقى مع الوالده ديالي بيناتهم ولكن انني انا امي يسول فيا فهمتيني. يقول لي اش كاين. المهم هذا فهمتيني كما قلت لك واحد الامباكتي من الحياه ديالي. ولكن انا حياتي كلها كانت كلها الصراحه كلها عاده لدرجه انني دابا ما بقيت كنحس بوالو. ما نكذبش عليك اخويا سمير. انا سميتي مصطفى اختي يا سعاد. كنحس انسانه فارغه يعني بحال داك الواحد اللي عنده واحد الجسد ما فيهش الروح فهمتيني. غير غادا كنمشي في الطريق ندير داك الشيء يعني ميكانيكيا تشوفوا شاك جور نوض ندير الدراري ندير هادي هذا. وكنخاف من الناس وليت كنولوا عندي حاله الخوف بالفعل. كنخاف من الناس بالفعل. انني ملي كنمشي شي بلاصه اللي فيها الناس بزاف ما كنقدرش. خاصني نمشي حدا الحيط كنسحب لي راسي واش غنطيح. انا كنقول لك بغيت ندير مع الناس نقول للناس بغيت غير الناس يسمعوني فهمتيني. بالفعل. الحاله ديالي ما عرفتش اشنو هو. الحاله ديالي بيد الله سبحانه وتعالى. بيد الوقت هي اللي بدات غادي تخلي لي انني نبرا ولا بديت كنخاف الا مشيت بحال مثلا داك السوبر مارشي نتقدى ياك ودخلت من هذاك لو غيون الا بانوا لي فيه الناس كنمشي نضرب الدوره حتى يخوى. ما يمكنش لي ندخل حدا الناس. ما بقاش عندي الثقه في الناس. الناس كلهم والعيالات والرجال كلهم كرهت كلشي. كرهت كلشي. وليداتك دابا مني تيمشيو معاك حتى هما تيحاولوا يشاركوك داكشي اللي كديري بنهار مثلا ولا الا مشيتي خارجه تيحاولوا يمشيو معاك حتى هما ولا كيمشيو معايا كيمشيو معايا. انا بحال دابا ما كنخدمش بالنهار ما نكذبش عليك. كل نهار كنحاول ندير حاجه. كل نهار كنحاول ندير واحد التمرين نسميوه هنا انكزارسيس. يعني كان كيقول لي طيب خاصك تخرجي وغادي تمشي وغتدخلي من واحد الباب وغتحاولي ديري غير شويه تاع المكازات تدخلي لهذا وتحاولي تسولي الناس تهضري معاهم تقول لهم هذه بشحال وهذه وتعاودي تخرجي بشويه تدريجيا. باش يقدر ما يبانوش لك الناس شبح. تقدري تسولي الناس عادي ويجاوبوك. يمكن كاع تبادلي شي حويجات طريفه بينكم وداكشي باش شويه تخلقي شويه المتعه لحياتك. داك الشيء هذا هو كما قلتي. انت قلتي هذه الكلمه هذه المتعه البليزير. المتعه في الحياه ما بقاتش عندي. يعني ولات عندي حياه ميكانيكيه والحمد لله. عندي وليداتي كنقابلهم كنقريهم شوف كنحاول بحال دابا بعض المرات عندي التليفون ما نجاوبش في التليفون انا ما نهضرش مع الناس عادي يعني فوالا ما كنقدرش نهضر مع الناس. ما كنقدرش تنقول غادي نهضر مع الناس غادي نشطنهم. ما كندوش نديرونجيهم في حياتهم. كنعزل كنسد عليا في القوقعه ديالي وتنبقى بوحدي. ولكن هو الانسان الاخر اللي هو السبب في هذا الشيء عايش حياته خدام كيخرج كيضحك عنده صحابو كيسافر كيتريني تشوفوا يعني عايش نورمال. وانا كيشوفني بحال هكايا تبدي يا مسكينه واش قال لي واش كنتي معايا كنتي بعدا بخير. اختي ما نصحكش الطبيب بلي ما تشوفيش هذا الراجل كاع في حياتك ولو انه بغي ولادو انه ياخذهم في قالها لي حيت انا ولكن انا ما قدرتش على قبل ولادي ما قدرتش. ما عرفتش يمكن يحتاجوا وليدات كيمشي يشوفوا في شي نادي في شي حاجه في شي بلاصه حيت كنعتقد
كنعتقد انا يا عافاك اختي سعاد الفكره ديالي باش ما تمشيش ليا، كنعتقد باللي وحده من الحلول اللي تقدر تساعدك على العلاج هي ان هذا الراجل ما باقيش تشوفيه في حياتك، لان الا شفتيه كتشوفيه بصوره اخرى كيفاش انا ضحيت معاه، كيفاش انا درت، كيفاش انا فعلت، ومع ذلك هو تسلم من هذا الشيء كالشعره من العجين، وانا المتحمله وانا الضعيفه وانا لا. وشوف نقول لك باش نقول لك بعض المرات كيجي ما كنشوفش فيه في وجهه ياك، كنحضر راسي كنشوف الصباط ديالو ياك، هذاك الصباط يعني سي دي بوت تاع الثلج تاع ليفير، ملي كنشوف داك البوط كترجع ليا الصوره ديالو، واحد السوفينير نهار ضربني بداك البوط مع العنف ظهري. هذاك البوط وليت كنخاف منه، وليت كنمشي في الزنقه ديال الناس رجليهم البوط كيبان لي البوط شوف ياك ما يبان بحال داك الشكل ولا بحال يعني بحال دابا قلتي انا دابا كنشوف شي راجل في الزنقه مثلا اول حاجه كنشوف ليه هو رجليه ياك باش كنشوف رجليه ولا رجليه يعني كيعطيني صوره على الشخصيه ديالو يعني الا كان لابس بحال داك البوط اللي ديال هذاك عارفي راه راجل عنيف راه غادي يعنفني ولا غيضربني ولا غيدير لي واش فهمتيني. نعم دونك لهاد الدرجه هذه وصلت هذه الدرجه هادشي عاوتاني كنفهمو. كاينين امور اخرين صراو لي الصور ديالي فهمايا شي حاجه اللي غادي تصدمك يمكن، وانا بغيت نقولها باسكو دابا عيطت الاحسن نقول شنو كاين، لان بدات الناس ما عارفينش بان هادشي كيطرا بان هادشي كاين. انا ودي بني كنت صغيره المهم كانت الوالده ديالتي كتخدم ماما كتخدم داكشي، كانوا عندنا خدامات في الدار كانوا عندنا خدامات في الدار، وهذوك الخدامات في الدار الوغ تخيل اخويا باش هذا نعطي واحد النصيحه للامهات اللي كيخليو بناتهم مع خدامات كيقولوا بان لا راه ماشي راجل راه ما غيدير لها والو ياك كانوا سحاقيات كانوا سحاقيات هادو كاينين كانوا كيتكرسوا عليا انايا وكنت صغيره فهمتيني وما كنتش عارفه داك الشيء وباقي لي دابا دي زيماج في راسي. انا هادشي بديت كنخرجوا ملي كنت كنمشي عند ندير ثيرابي عند الطبيب بقيت كنفكر بان كنقول كيفاش انه انسان مراه ملي غتكون ام ياك غادي تقدر دير داكشي لواحد الدري صغير اللي هي بنت صغيره ياك، وانا دزت من داكشي اخويا ياك، وماما كانت كتمشي تخدم وكتخدم معنا في الدار وفهمتيني بلا ما نعاود لك ما نعاود لك هي سيتي فريمون انا باقا صغيره عندي 7 سنين 8 سنين كونتينيي 13 عام 14 عام وماما كتخليني كتقول لي المهم ما كتخرجيش للزنقه، ولكن انني انا راه ماشي الزنقه راه كاين المشكل كاين في الدار كاين في الدار ماشي دائما كاع انا ما كنقدر نقول والو ماشي كاع دائما المشاكل اللي كتجي راه كتجي من برا ديال الدار، راه كاين المشاكل يعني فوالا يعني الام كتقول بانها راه كتحافظ. لا انا ما كنلومش الوالده ديالي، لا انا كنلوم راسي انني انا ما هضرتش باسكو كنت كنحس وكنت كنخاف كنقول لا صافي راه هادشي، وكنت كنقول دابا انا بعد المرات كنقول راسي واش هادشي بصح ولا كنت كنحلم انا عاقله بان هادشي بصح فهمتيني. المهم طراو واش نقول لك اخويا طراو بزاف تيفوا بزاف ديال الحوايج اللي خلاو انهم داروا مني انني وليت انسانه متحطمه بحال كيما كنهضر معاك دابا. هادشي زعما المجتمع ملي كيكون الدري صغير كيكون انها تخلى عليه الاب ولا الام ياك، وعاش هادشي ديال ما عرفت كيفاش نسميه لك انا بور مو لا بيدوفيلي كما كيقولوا بالعربي شنو هي الشذوذ الجنسي. البيدوفيلي مناش من عند ماشي من عند نقولوا حنايا ولد الجيران ولا مول الحانوت، من عند خدامه عندك في الدار. بدات بالخدامه وسالت بالراجل مني كنتو مزوجين وتا مني طلقتو. بدات بالخدامه وسالت بالراجل مني كنتو مزوجين وحتى اللي من بعد ما طلقتو. فوالا قلت انا دابا كان عندي واحد العقده كنكره النساء فهمتيني كنكره النساء ما عنديش ثقه في المراه ما عنديش ثقه لا في المراه ولا في الراجل فهمتيني. ايوا خويا غادي نقول لك المهم جو سي با قصه ديال قصه غريبه لا بالعكس ونعتبرها بانها غتنفع بزاف الناس. انا من دون شك بغيت غير باش الناس يفهموا اشنو يقدر البنادم يعيش في حياته.
دابا انت مع وليدات بنادم يعيش حياته. دابا وليداتك مخرجاهم شويه يتمرحوا شويه يرتاحوا يلعبوا ولا كيفاش؟ لا حنا في الدار دابا، حنا في الدار. في الدار. شحال عندكم دابا؟ حنا هادي 9 د الليل. 9 د الليل. لذلك حنا دابا عندنا واحد 1:46 دقيقه د الليل. سي صح. حنا عندنا الواد 9 د يلا غادي نمشيو دابا ينعسون ان شاء الله بحول الله. ان شاء الله سعاد الله. خويا شنقول لك، هذا الشيء اللي بغيت مرحبا بصداقتك سعاد. مرحبا بصداقتك. شكرا خويا سمير. انا سميتي مصطفى اختي سعاد.